هاي بنات، بوريكم طريقتي في الدلكة حقت الجسم اللي تخليك تلقين لك في العيد مرة ما يبيلك. يعني نبغى يا بنات احنا اللي نحل العباية، مو لازم ندور اخر موديل عشان نطلع حلوين وكشها. فطيب نبدأ نحط نص كوب دقيق على حسب الرغبة، لكن نص كوب دقيق انا اشوفه كفاية بالنسبة لي لشهر كامل. حركناه الين وصل بهذا اللون البني الفاتح. طبعا اذا خليتوه يحمس على النار حيطلع اغمق، لكن انا احبه بدا اللون. ححط ملعقة كاسترد بديل للنشا، يعني يمديكم تحطوا نشا او كاسترد، وفنجان سكر. وحنحط الموية تدريجيا ونعمل ميكس ميكس ميكس. نحط الموية تدريجيا وميكس ميكس الين ما وصل معنا بدا القوام. مبين القوام انه لزج، لكن بعد ما يبرد حيعطينا القوام الاصلي الجميل. حنضيف اخر شيء اللي هو الزيت. انا اختياري زيت زيتون، يمديكم تضيفوا الزيت اللي تحبونه، لكن انا احب زيت الزيتون او زبدة الشيا تطلع مرة تجنن. حسيت اني اريد برائحة الكافي، فحطيت قهوة وحطيت اخر شيء كوب سكر ضروري عشان الحبيبات تكون موجودة. انا لما اضفت السكر في البداية كان حار، ذاب مع المكونات. شوفوا كيف كورتها يا بنات، اتجنن والله، اتجنن. هذه الكورة الواحدة تكفيك تدليكة كاملة. بوريكم يا على يدي كيف. شوفوا كيف، وندلكها الين ما تنزل الجلد الميت بذي الطريقة. شايفين كيف لون الدلكة فاتح؟ شوفوا كيف ما شاء الله، عشان كده انا اسويه فاتح. ندلكها الين ما تنزل الجلد الميت مع الدلكة، واحس بشرتي ناعم، احس انه بيبي. شايفين كيف؟ هذا يكفيني يمكن شهر وزود. فانتوا تسووا الكمية اللي انتوا تحتاجوه، سووا لاخواتكم، تدلعوا. نبغى نطلع كذا فاير فاير يا بنات. اهم شيء العناية، اهم شيء. سيو. اكتبوا لي خلطات اذا حابين اسويها وكذا.